أكون فلسطيني. في حلقتنا النهاردة هنحكي قصة حياة الشيخ زايد. كان للشيخ زايد توأم اسمه آسر، لكنه كان توأم مختلف في الشكل والملامح من وقت الولادة. لما وصلوا سن ال5 سنين من العمر كان للقدر رأي قاسي في تغيير حياتهم بالكامل. لما راحوا في رحلة مع والديهم لزيارة الجد القاسم في مدينة القدس، وبعد مرور أسبوع من الرحلة دي جت مكالمة هاتفية لوالد زايد بيطلبوا منه العودة إلى القرية من أجل إتمام العمل. ولما جهز الأب والأم نفسهم لطريق العودة وأخذ الأطفال معهم، رفض الطفل زايد العودة مع والده وترك جده أو عيلة عمه، رغم إطاعة توأمه آسر لوالده ومرافقته له في العودة. لكن زايد فضل في عناده عشان يفضل مع جده وعيلة عمه، وعشان كده أجبرهم الجد على إنهم يسيبوه ويبقوا ياخدوه لما يرجعوا مرة تانية. سافر الوالد والوالدة والطفل آسر، وفي الطريق اختفى الباص اللي كانوا طالعين فيه. اختفى الباص وكل ما كان موجود فيه من أشخاص. استمر الجد في البحث عنهم لسنين طويلة، لكنه ما قدرش يتوصل لأي شيء. كان الجميع مفقود، لم يعلم أحد حتى إن كانوا أموات أو مسجونين في السجون الإسرائيلية اللي ما كانش ليها نهاية. كبر زايد وبقى عنده من العمر 15 سنة، لكنه كان مازال بيبحث عن آثار عيلته المفقودة من دون كلل أو ملل، مع جده اللي اتملك منه العجز والمرض. ولكن بعد فترة اتوفى الجد، وفضل زايد هو الشخص الوحيد اللي بيبحث عن عيلته. ورغم علمه إن اختفاء عيلته بالطريقة دي معناها الموت، لكن زايد كان عنده أمل إنه يلاقي عيلته أو يلاقي أي أثر ليهم. بعد وصول زايد لسن 16 سنة قدر فيهم زايد إنه ينضم لمؤسسة فدائية ووطنية. ولما اكتشف قائد المنظمة دي نسبة ذكائه الخارق وقوة إرادته وانتمائه الوطني، فقام بتهريبه لخارج فلسطين لإكمال تعليمه وتدريبه بطرق جديدة. بعد مرور 10 سنين من التدريب ده استطاع فيهم زايد إنه ينجز مهمات كتيرة جدا كانت ناجحة، فطلب وقتها العودة للقدس كمكافأة على نجاحه ده، وكمان عشان يستكمل رحلة البحث عن عيلته المفقودة. في البداية رفضت المنظمة عودة الشيخ زايد خوف عليه من الأعداء، لأن زايد كان شخص مفيد جدا ومتفوق في عمله في المنظمة عن بعد. لكن بعد تصميم من الشيخ زايد قدر إنه يرجع فلسطين، وأصبح أهم شخص في المنظمة من الداخل. ولأن زايد كان شخص مهم جدا ومن الكوادر الوطنية الهامة، وقتها حس رجال المنظمة بالخوف أكتر عليه، فأرسلوه لمصر عشان يهتم بقضية المجاهدة الناشطة بيان، مع وعد منهم بالمساعدة في البحث عن والديه. لكن زايد كان تفكيره مختلف، لأنه أراد استغلال دخوله لإسرائيل والبحث عن عيلته هناك، لأنه ده المكان الوحيد اللي ما بحثش فيه عن أسرته. ولما دخل الشيخ زايد لإسرائيل هناك تواصل مع جاسوس لبناني كان بيعيش متنكر تحت اسم يوناني بيشتغل في قطاع الإطفاء. قدر الجاسوس اللبناني ده إنه يعمل علاقات عميقة مع رجال الأطفاء والأطباء والشرطة الإسرائيلية بحكم عمله، وده خلى الشيخ زايد يقدر يقدم رشاوي كتيرة جدا لرجال الشرطة عشان يقدر يوصل لمعلومات جديدة عن الناس المفقودين أثناء الحادثة. وبعد كتير من البحث قدر زايد إنه يجمع معلومات وأقاويل عن عملية قديمة أمرت بها السلطات العليا القيام بها في السنة دي، وهي قتل مجموعة كبيرة جدا من العائلات الفلسطينية وأخذ أطفالهم كرهائن وقاموا بتجنيدهم. لكن برغم كده بتفضل مجرد شائعات مزيفة مفيش دليل أو إثبات عليها.